تركت هذه المسابقة في القلطة والمحاورة. ممكن هذا الحماس يزيد ونشوف رائد المدريش مع حفظ الألقاب يتبنى مسابقة في العرضة. والله العرضة إننا تراث لأخواننا وبيننا وبينهم تواصل، وهم يقدرون يسوون مسابقات ما سواها رائد المدلشي ولا اللي قبل رائد المدلشي. لكن أنا ما أمنع، لكن أنا ما أعرف فنون الفن هذا، ماني داخله يعني مزبوط ولا ما يمنع. لكن لا تستبعد الفكرة. أي فن من فنون بلدنا الحبيب ننتمي له وينتمي لنا. الدحة في الشمال، العرضة في الجنوب، أي فن من الفنون الجميلة ندعمه، ليش ما ندعمه؟ أنت اخترعت وابتكرت مسابقة تشوفها أول مرة تقام في السناب ما قد سمعت. أيوة. طيب لو جاء الآن واحد مثلا خلينا نقول في العرضة ولا في الدحة ولا مدري وين وأقام نفس الأفكار، هل تعتبر سرقة أدبية ولا تقول بالعافية عليكم؟ لا والله بالعافية عليه، والله يبارك له وحنا ولا الدعم له. نبي محتوى طيب بكل ما تعنيه كلمة طيب. أخواننا الذيبة غازي وعيال عمه نشوفهم يقيمون مسابقات برضه هادفة، مسابقات جميلة ومحتوى طيب وهادف. نشوف كذا شخص عندهم مسابقات وعندهم حاجات طيبة هادفة جميلة جدا، ونقول الله يبيض وجيههم وحنا على ما قال عود من طرف حزمه. الله الله. والوطن واحد. والوطن واحد وحنا اخوان. عز الله.